5 أخطاء يوقعون بها اللاعبين ببجي موبايل ممكن تخسرهم الفايت أو تقلل من احترافهم. بس كل اللي أريده من عندك يا صديقي اللي تشوف المقطع الفيديو تفهم الفكرة قبل ما تجي وتعلق لي وتقول لي لا أنت هيك وأنت هيك. صديقي أقصد الملحب ذن ال5 أخطاء اللي راح أعطيك إياهن، مو أقصد إنه طريقة اللعب هاي خطأ. أتمنى إنه تخلي هاي الفكرة ببالك. أول خطأ التحفظ الزايد. صديقي كل ما تحفظت اكثر ممكن انك راح تخسر الفايت اكثر. ليش؟ لان اكو فايتات لازم تبش بيهن، لازم تسوي له خطوة ذكية وما تبقى تلعب بتحفظ. وطبعا ذن ال5 اخطاء واحد مرتبط بالثاني، وحتى راح تشوف المقطع الفيديو ممكن عبالك انه اني دا احكي بخطأ واحد وهن اصلا اخطاء مختلفة. فالتحفظ مو بكل وقت ومو بكل مكان انك تبقى تكون متحفظ وها ما اريد ابش خل العب بتحفظ على مود ابقى العب سيف العب هيجي، فهذا التحفظ ما يفيدك. الخطأ الثاني وطبعا مرتبط بالخطأ الاول اللي هو التردد. دائما لما تكون لاعب متحفظ راح يصير عندك تردد بالفايتات وما راح تبش وقت ما كان. شوف صديقي، مثلا انت دمجت الخصم فلشت الدرع والخوذة مالته، صارت لك فرصة بش ما راح تبش بسبب من؟ بسبب التردد اللي صار عندك بطريقة لعبة تحفظ. وانت هنا عبالك انه دا تلعب بذكاء واني لازم ما ابش ولازم اكون متحفظ، مع العلم انت عندك يعني امكانية اذا بشيت على الخصم راح تطيحه. بس ليش اللي دا يصير عندك انك دا تتردد بالفايتات ودا تخاف تبش؟ وطبعا السبب الثالث اتوقع عرفتوا اللي هو الخوف دائما هو اللي يخسرك بالفايتات بنسبة 100%. ليش؟ لان دائما تفكر انه الخصم مالتي اقوى من عندي. ماكو لاعب محترف يفكر انه اكو خصم اقوى من عنده. اللاعب المحترف لما ينزل بالجيم يعتبر نفسه اني اقوى لاعب موجود باللعبة بصراحة يعني. فانت هنا لما تكون لاعب متخوف متحفظ متردد فراح تخسر بالفايتات يعني بنسبة كلش كبيرة. ليش؟ لان قلت لك ذن نقاط سلبية وما تلقاهن عند لاعب محترف، وانما تلقاهن ممكن عند لاعب متصنع الاحتراف ويعلمك انك تعال العب بتحفظ والعب بتردد والعب بخوف. لا صديقي، هي لعبة ولا تخاف على نقاطك انت تقدر تجيبهن بسهولة، بس ما تكون متردد. الخطأ الرابع وهواي من اللاعب راح يخالفون بهذا اللي هو استخدام النيدات. صديقي مو دائما بالفايتات تستخدم النيد إلها اوقات خاصة ولازم تعرف ايش وقت تستخدمها. انت تجي بكل فايت فتحت نيد، لا صديقي اكو فايتات ما تستحق انك تفتح نيد وتضيع من وقتك. ممكن تتأخر بالفايت، ممكن تطيح انت بيها، ممكن تطيح سكوادك، ممكن تأخر سكوادك، ممكن السكواد المقابلك محترف وراح ينزل لك بس يسمعك فتحت النيد لازم تعرف تستخدمها بأوقات مناسبة ومو بكل وقت تجي وفتحت نيد واستخدمت النيد بس بشيت فتحت نيد. الخطأ الخامس وهواي من اللاعبين راح يخالفون به كذلك اللي هو الكيدي. دائما انت تفكر بالكيدي مالتك وما تريد الكيدي ينزل على مود العالم تقول عليك انت لاعب محترف وهذا اللاعب كيدي عالي، لذلك انه تفكر بالكيدي اكثر من ما تفكر بالسكواد المقابلك. واذا كان مثلا كيدية 5 وانت عندك 4 كلات راح تخاف تبوش على مود ما ينزل الكيدي مالتك، لذلك راح توقع بالخطأ بسبب تفكيرك بالكيدي. وهواي من اللاعبين بصراحة المحترفين وقعوا بهذا الخطأ وتراجع مستواهم بسبب تفكيره بالكيدي. وراح اعطيكم فد نصيحة من عندي بصراحة وهي اللي راح تساعدك على مود تتجاوز كل ذنيك الاخطاء، وهي اللي راح تخليك بروفيشنال او تخليك لاعب نوب، اللي هي الثقة بنفسك. اذا كانت عندك ثقة هنا راح تكون لاعب محترف. واغلبية اللاعبين اللي يرجعون سكوادات للوبي هم اللاعبين عندهم ثقة بنفسهم، ولما يبوش على اللاعب المقابله ما يعتبره انه واو ما اقدر له، لا يبوش له ويرجع للوبي. ليش؟ لان يقول لك هو لاعب حاله حالي وماكو فرق بيني وبينه، لذلك انا ابوش له واصلا انا اقوى من عنده. فاللاعب اللي عنده ثقة بنفسه لما ينزل بالجيم ما يقول لك اكو لاعب اقوى من عندي، لا يقول لك انا اقوى لاعب بالجيم حتى اذا كان مستواه مو قوي. بس الثقة يا صديقي مرات هي اللي تحكم وهي اللي تخليك تتخذ القرارات الصحيحة. ليش؟ لان انت اليوم اذا كانت عندك ثقة بنفسك راح تعرف تبوش، راح تعرف تتفايت، راح تعرف تتصرف بالفايتات، راح تعرف تقوم ترجع سكوادات للوبي بسبب الثقة.
اغلبية اللواعيب اللي يرجعون سكوادات لللوب تشوفهم دا يلعبون سولو سكواد، يعني شنو الفرق بينه وبين لاعب ثاني. فهذن الاشياء بصراحة ممكن تطور او تقلل من مستواك داخل اللعبة، وهن اللي راح يحكمون عليك انه دائما تفوز بالفايتات مالتك لو دائما تخسر. فلذلك اتمنى انه تفتهم شنو اللي قصدته بالمقطع الفيديو، واذا استفاديت بشي خليلي لايك ومتابعة، واتمنى تعطوني ملاحظاتكم على المقطع الفيديو اذا بي اخطاء من ناحية الصوت او الجودة على مود احسنها، وبكيفكم بعد.